تعمل ايه في 7 أيام في ألبانيا؟ ألبانيا من أحلى البلاد الأوروبية وعملتها أقل بكتير من الجنيه المصري، وكمان الفيزا بتاعتها أونلاين وسهلة جدا. أحسن وقت للسفر من إبريل لسبتمبر، والبلد دي هتلاقوا فيها حرفيا كل حاجة، من أول الجبال والهايكس الخطيرة لحد البيتشز والمية التحفة. الرحلة دي هنعدي على 4 مدن في ألبانيا، وأولهم مدينة اسمها ساث، ودي قرية جميلة جدا موجودة في الجزء الشمالي من ألبانيا. لما توصلوا مطار تيرانا عندكم حاجة من الاتنين عشان توصلوا لساث. أول وأحسن طريقة هي إن انتوا تأجروا عربية من عن طريق booking.com أو اكسبيديا. العربية دي ممكن تاخدكوا لحد ساث دايركت، ودي بتكون حوالي 3 ساعات بالعربية، وسعر الرحلة دي بيتراوح من 60 ل 100 يورو. والحل التاني هو ان انتوا تقعدوا ليلة في مدينة اسمها شكودر. طريق طويل شوية، فخليني اقولكوا توصلوا ازاي. اول ما تنزلوا من مطار تيرانا هتاخدوا باص اسمه لونا باص، بينزلكوا لمحطة الاتوبيسات اللي منها هتتحركوا في كل حتة في ألبانيا، اسمه نورث اند ويست باص تيرمينال. تاخدوا باص لمدينة اسمها شكودر، ودي حوالي 2 ساعات من تيرانا. هناك ليلة وبتقضوا اليوم فيها أماكن لذيذة للأكل، فيها متاحف لذيذة جدا بتتكلم عن تاريخ ألبانيا، وكمان ممكن تمشوا في السيتي سنتر وتاكلوا في المطعم اللي هحطلكوا اسمه تحت، مطعم أكله خطير. Second day. وتاني يوم الساعة 6 الصبح هتكونوا متفقين مع الباص اللي هحطلكوا رقمه في الديسكريبشن بوكس، هيجيلكوا في المكان اللي انتوا عايزينه وهياخدكوا في رحلة 2 ساعات لحد ساث. هناك معظم اماكن الاقامه جاست هاوسز، مش هتلاقوا اوتيلز كتيره خالص، والمكان اللي انا قعدت فيه اسمه رويال لاند وانصحكم بيه جدا، مكان كان تحفه. ساث بقى معروفه بالهايكس، وعندكم 3 اوبشنز تقدروا تعملوها للهايكس على حسب الوقت اللي انتوا قاعدين فيه هناك وعلى حسب التمرين بتاعكم. اول هايك هي للتشيرش، والتشيرش دي موجوده في السيتي سنتر بتاع القريه. الهايك دي بتكون حوالي 1 ساعة على حسب انتوا بعاد قد ايه عن السيتي سنتر. وتاني هايك هي الواتر فول اسمه تقريبا جروناس، ودي بتكون حوالي 2 أو 3 على حسب برضو انتوا مكانكم فين من الواتر فول. الهايك دي اللي انا روحتها وبجد تحفة، هتلاقوا طول ما انتوا ماشيين حاجات مختلفة، وبجد الواتر فولز تجنن، بالذات لو طلعتوا لحد فوق. وتالت واصعب هايك هي الفيلبونا باس، ودي بتكون حوالي 7 ساعات. لو انتوا عندكم اكتر من 7 ايام انصحكم جدا تجربوها. اليوم التالت هتاخدوا برايفت كار، وده ممكن تظبطوها مع الجاست هاوس اللي انتوا قاعدين فيه، او تحجزوها من على بوكينج او اكسبيديا، وتنزلوا على طول على تيرانا. هتنزلوا برضو على نفس المكان بتاع الباصز اللي خدتوا منه الباص لشكودر، وهتاخدوا منه باص تاني حوالي 5 أو 6 ساعات لساراندا. دي واحدة من أحلى الكوستال سيتيز اللي ممكن تروحوها في أوروبا كلها. أول يوم في ساراندا هتاخدوا سكوتر، وهناك السكوترز مش محتاجة انترناشنال لايسنس أو رخصة دولية، فتقدروا تاخدوا سكوتر عادي جدا وبتأجروها بحوالي 15 يورو في اليوم. طلعوا على جزيرة اسمها ساميل. الجزيرة دي مليانة شواطئ تجنن، هناك هتلاقوا نفسكم بتعوموا من جزيرة لجزيرة، مش محتاجين حتى بوت عشان تروحوا من جزيرة لجزيرة. وكمان المطاعم هناك بتقدم أكل سي فود تحفة. وتاني يوم هتروحوا على طول على البلو آي، ودي ناتشرال واتر سبرينج، بجد ألوان المية والمكان كله وهمي. المية هناك حرفيا من -5 ل -10 degrees، وانا طبعا ما اهتمتش وقررت انط، كانت ريفرشنج جدا، بس ما انصحكوش تقعدوا اكتر من 2 أو 3 لانه فعلا هتتجمدوا. وتالت يوم في ساراندا هتروحوا لوكريسي كاس، انصحكم جدا تروحوا هناك وقت غروب الشمس عشان تشوفوا الفيوز الخطيرة دي، هتتفرجوا على الكاستل كلها، وكمان ممكن تجربوا المطعم اللي هناك. هو بصراحة غالي شوية بس هو فعلا يستاهل. واخر يومين في رحلتنا هناخد الباص من ساراندا ونرجع على تيرانا، وهناك هنروح ديجاتي ناشنال بارك، ودي اللي فيها هتاخدوا التلفريك، هتشوفوا تيرانا كلها من فوق، وكمان هتعملوا هايكس لذيذة جدا. تيرانا كمان من احلى الاماكن اللي ممكن تعملوا فيها شوبينج في يوروب، لان فيها اوتلتس رخيصة جدا جدا، وهكتبلكوا اساميهم في الديسكريبشن بوكس. واخر حاجة انصحكم تعملوها في تيرانا هو ان انتوا تكتشفوا التاريخ بتاع البلد. هناك في حوالي 1000 بنكر تحت
تحت الأرض، وده لأنه الحاكم بتاعهم كان معتقد إنه هتقوم World War 3 وكان لازم يحمي الشعب بتاعه بإن هو يقفل عليهم كلهم ويخليهم يعيشوا في البانكرز دي. اكتبولي في الكومنتس لو انتوا عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر عن رحلتي لألبانيا أو عندكم أي أسئلة عايزين تعرفوها عن البلد دي.